هتعملوا ايه لو قلت لكم ان احنا ممكن نكريت سان سكرين that's 100% mineral 100% safe ببرودكتس مصريه معمول 100% في مصر ocean friendly و most importantly معمول لينا وبينا. I created a logo. This is just an idea. فأنا لسه ما عملتش البراند بتاعي. However بالsupport initiative دي which I'm very thankful for we can create ده مع بعض. الoverview هي الidea إنه البرودكت ده يبقى 100% ما فيهوش chemicals خالص ويبقى locally made في مصر وفي عليه quality control و compliance عالية which ECC can provide. التارجت ماركت او الناس اللي انا بتارجت دم يعني هم الناس اللي عندهم بشرة حساسة جدا ما يبقاش بيسيب وايت كاست water resistant ما فيهوش alcohol non greasy ما فيش irritation مش هيسبب حساسية. ليه في البرودكت ده ممكن ينجح عشان المينرال سان سكرين او الفلترز اللي ما فيهاش كيميكالز عامه اتس ا ترند جلوبالي بس الماركت في مصر هو بيلاك الحته دي. most of the local brands هم بيبقوا imported formulas من بره وبيبقوا branded هنا مثلا او بيبقوا hybrid فيهم chemical و non chemical او بتبقى حاجات 100% مش مصريه فبتبقى بالتالي البرايسز بتاعتها عاليه جدا. طب انت هتشتغلي على الاس بي اف تبقى كام؟ في اس بي اف انا كنت عايزه نعملها بسكيل في فيتسباتريك سكيل السكين تونز ممكن ينفع معاها اس بي اف قد ايه والوايت كاست هيبقى مش موجود تماما فبنتكلم في من 10 ل 50% بعد كده 50 مش هتعرفي توصلي ل 50 وانت شغاله فيزيكال فلترز بس. هو ممكن تبقى بالزنك اوكسايد يبقى البرسنتج بتاعتها عاليه شويه بس هتبقى نانو بارتيكلز محتاجينها لان هيبقى في وايت كاست لو هي مش نانو بارتيكلز في البرسنتج العاليه دي وممكن نحط لها كوت زي السيليكا انجريدينت يعني فده هيخليها هي اس بي اف عاليه وفي نفس الوقت ما فيش ريزيديو على البشره يعني. لا لو زودتي زنك اوكسايد انا مش عايز ابقى بقطع البرزنتيشن يعني بس انت لو زودتي زنك اوكسايد ما هيسيب وايت كاست حتى لو هو نانو او حتى يعني it does بس هو ممكن يتعامل I think هو بيتعامل بديفيوزرز بيبقى ديفيوزد قوي وبيبقى نانو او مايكرونايز بارتيكلز يعني وعليها السيليكا كوت ده بيخلي فيه مينيمال قوي وايت كاست في نفس الوقت هو it depends on the skin tone فهو ال SPF العالي بيبقى targeted اكتر لللايت او fair skin لكن ال darker skins which will be affected بالوايت كاست هيبقوا محتاجين اصلا SPF اقل فده مش هيبقى بيليف الوايت كاست اللي هو هيبان على الوش. بس عايزه اقول لك حاجه على الستادي دي عشان ما يبقاش في اي مسكونسبشن على موضوع السان سكرينز. اي حاجه عامه ميديكال بتتقاس ريسك اند بنفيت. Yes. I understand ان موضوع ال FDA it's a claim بس يعني هو موضوع الستادي it's not widely studied قوي كده عشان بس ما نبقاش بنقول اي claims مش مظبوطه 100%. الريسك بتاع السكين كانسر is much more than the risk of exposure للماتيريال او الفورمولا نفسها. كده هي it's still in the market يعني هو وطبعا 100% safe وفي pros اكتر من cons ليها يعني. دي بس part of the problem او ليه انا حبيت ان انا عايزه يبقى في product مصري mineral 100%. كمان اكتر من اللي بره عن ال FDA reason يعني the Egyptian skincare market is lacking affordable options. بيسبب دايما يعني هو احسن للناس اللي السكين بتاعتها بتتحسس من الكيميكالز عموما. اقول لكم برضو على التارجت اودينس هو هيبقى تارجتد للناس اللي عندها sensitive skin عشان هو gentle hypoallergic non-reactive الناس اللي عندها hyperpigmentation عشان هو بيدي high protection عشان هو reflective. pricing logic برضو هي حاجات كلها basic قوي بس for a unit size that's 50 milliliter وزنك اوكسايد هيبقى من 5% ل 20% فهو مثلا مع 18% ده الماكسيمم amount used. هيبقى محتاجين 9 grams of zinc oxide في الازازه الواحده. وده هيبقى الكوست بتاعه لو احنا بنقول انه الزنك اوكسايد 400 pounds الكيلو جرام يعني فهيبقى 3.6
فعملت حسبه كده صغيره and then انا عملت ده الزنك اوكسايد ده النانو ولا ده العادي؟ ده العادي. مش انت بانيه بقى الموضوع على ان هو يبقى نانو صح؟ هو انا ده بس بقولك عشان يعني الكوست ريدكشن بتاعك يبقى ماشي، انا الراشونال بتاعه ماشي مظبوط يعني. يس هو ده العادي. for the less SPF هيبقى عادي زنك اوكسايد مش نانو. بس انا عملت الحسبه عامه وضربتها في 10 for fluctuating reasons يعني. لا معلش انت ضربتي في 10 ايه؟ لا السلايد اللي قبل دي هو كان مطلع لي التوتال كوست اسامبشن بتاع البوتل الواحده 48.9 باوندز. ماشي. فطبعا ده قليل قوي، فحسيت انه with fluctuation reasons مع الماركتنج والباكجينج. بس برضه هو يا اما قليل قوي يا كتير، مفيش حاجه في النص كده يعني. 10 ده البرايس اللي هتبقى السيلينج برايس يعني، ضربتي في 10. ده الكوست. الكوست طلع معاكي 49، ليه ضربتي في 10؟ هو ده حسيته اكتر حاجه رياليستيك بيست اون الحاجات اللي موجوده في الماركت. هبيعه بكام؟ حطيت البرايس 785 باوندز. ده ريتيل برايس ولا بابليك برايس؟ ده ريتيل برايس، يبقى البابليك برايس هيبقى اكتر بقى كمان. يعني ممكن نزود عليه. ايوه ما هي دي حتتك بقى بانكر يعني. احنا قلنا انت في الحته دي هتدوس للاسف. بس البرايسنج ده هو شيء مهم جدا يعني هي حاجه مش ما ينفعش تحسب كده. هو البراند مالوش بريزنس دلوقتي، it's just an idea. بس فريكاب هو الكيميكال سان سكرين هو بيدومينيت الماركت في مصر، فانا كنا حابين ان احنا نكريت حاجه that's 100% with mineral ingredients، حاجه مش بتبقى absorbed بتstay on the surface however still بتبقى efficient في البروتكشن بتاع الشمس، وحاجه tailored على السكين تايبس for Egyptian و Middle Eastern people يعني. مين المين كومبيتيتور اللي انت شايفاهم في الماركت؟ competitors مش مصريين. انثيليوس لاروش بوزي ده بشوفه هو اكتر حاجه هايب توب دلوقتي في حته المينرال سان سكرين، والبرايس بوينت بتاعه هو عالي شويه. لا عالي ايه ده؟ انت بقى معلق عليه محمد يعني هو سعره كام؟ هو 1100. طيب ما شاء الله يعني رايحاله بقاله 20 سنه ولا 30. بس هو مش مصري. ايوه فرنساوي. هم لاروش برضه يعني. انا شايف ان الكونسبت ده صعب جدا. على فكره احنا اصلا من 25 سنه كنا بنعمل سان سكرين الفيزيكال. يس. والدنيا قعدت تتطور في الموليكيولز، والحته دي كانت مصر اصلا هي اللي يعني ما كانش فيه التطور ان احنا نشتغل الكيميكال، يعني كان كله شغال فيزيكال، وبعد كده الدنيا اتطورت وبقى فيه الكيميكال وفيه الميكس حاليا. فالكونسبت ده انا ما اعتقدش ان انا اقدر اقنع يعني ديرماتولوجيست بيه ان هو حتى لو في ستادي او حاجه دي بيبر واحده ففي قصادها مليون. فيعني الفكره كلها انا منين هزرع ان انا دايما بفكر ازاي هزرع الكونسبت ده او اوصل مسج دي. صعبه جدا ان انا بدام هتكلم ساينس، فانا محتاج ان انا هتكلم مع حد ان انا اقنعه ان هو هيدي الاويرنس ده، فده مستحيل يعني او انا بالنسبه لي صعب. يعني بالنسبه لك السان سكرين الحته دي تمثل كام في المية من الماركت كله في السان سكرين؟ 30% مثلا. هي نسبه متفائله قوي يعني. انا اعتقد ان هي ممكن تبقى 3-4% بس يعني يعني انا عامه I appreciate the feedback 100% يعني thank you. شكرا ليك دكتوره امير. طبعا يا منار انا مش هعرف اعمل لك سبورت لان يعني احنا to go natural بس مش against المين بيربز من السان سكرين. اكيد. فانت كده احنا ليه دايما كنا بنقول الفيزيكال ده از ديرماتولوجيست امتى ويستيك للفيزيكال للنيونيت والبريجننت، اذروايز ما كانوا كلهم عملوه. فانا محتاجه السان سكرين ده يحمي لي اليو في اي. اليو في اي ده انت عارفه مسؤول عن ايه؟ الالترا فايلوت ايه ده هو اللي بيوصل لطبقات العميقه من الجلد اللي هي فيها الكولاجين ويبدا يكسرها، فنلاقي ايجينج مع الاكسبوجر لو ما فيش الترا فايلوت اي بروتكشن، ونلاقي اكسسيف بيجمنتيشن. الاهم ان انا احمي من السكين كانسر، ده الالترا فايلوت بي وده اللي بنسميه معامل الحمايه.
هو انا ايه اقل معامل حمايه لازم يبقى موجود في السان سكرين. ذاتس ات. فانا محتاجه ابروتكت الدي ان ايه بتاعي رقم 1. رقم 2 الالترا فايلوت ايه عشان السكين ايجينج والبيجمنتيشن. الحاجه الثانيه انا كنت متخيله الفيزيبيليتي اول ما دخلتي حته الماركتنج بلان والاستراتيجي وانا قلت هتبهرينا، فبرضو انت يو فيلد اس في الحته بتاعت البرايسنج. فالباكج حلو، الاسم حلو، الشكل، الكالر، الارث كالر اللي انت اخترتيها حلو، بس يعني انت محتاجه تاني تعيدي كل الفكره من حاجه معينه بس تو بي يعني اديتد او فورميوليتد بالشكل اللي هي تبقى سيف بس ستيل افكتيف. يس. ثانك يو شكرا سو يا منى. ماتش. انا بالنسبه لي انا الاسم عاجبني قوي يعني بصراحه. اسمه كمان جميل عاجبني والألوان. ديزاين باي اس فور اس. هايله يعني. خلي بالك في حاجات كتيره قوي من المنتجات اللي بتتصنع بره مصر بتبقى ديزاين ليهم هم، لبشرتهم، للظروف الجويه بتاعتهم. ففكره ان احنا نتيلر حاجه ان هي تبقى مناسبه لينا احنا، لظروفنا، للجو عندنا او كده، فده شيء هايل يعني. فانا عاجبني جدا ديزاين باي اس فور اس، كانت حقيقه هايله جدا يعني. هي يعني الفكره وهاكد بس على اللي هم بس بيقولوه برضو عشان تبقى انت برضو الصوره بالنسبه لك اوضح. يعني هي فعلا زي ما الدكتوره امينه اتفضلت وقالت، هو ده حقيقه بقى فعلا يعني. هو النهارده احنا حافظين الفيزيكال اليو في اي واليو في بي، ده ذس از كيميكال فلترز. طيب انت حتى كنت تقدري تبقي في النص، يعني مثلا الاس بي اف 30 بيعمل حمايه 96%، ال 50 98%. فممكن تقولي ايه، لا والله انا هحرمكم من ال 2% الزياده دول، بس انا هحاول اقلل الكيميكال. يعني مش لازم يعني ايه، عارفه، مش لازم ان انا عارفه في حته في النص بشكل مظبوط يعني. الحاجه الثانيه بقى، انت لازم تبقي شايفه جدا جدا كونسيومر بيهيفير، تبقي عارفه الناس هنا بتفكر ازاي، الابيتايت هتبقى رايحه فين، يعني كل الحاجات دي هتقدر تديكي كده بيرسونا كده للحاجه اللي انت بتعمليها. بصي هقول لك يعني my image for this عشان الفكره حلوه وانت الكور كونسبت عندك سترونج، بس يمكن وصلتي فعلا في حته نيشه قوي. I think if you brand نفسك على انك انت كلين براند وكرويلتي فري، اللي هو الحته دي من الماركت بعيد تماما عن موضوع السان بلوك، يعني مش سبيسيفيكلي سان بلوك عشان برضو you don't want to do any harm. لان قصه الاس بي اف وكده يعني في زي ما قلت لك في الاول الريسك اند بنفيت اتس ا فيري امبورتنت بوينت. اكيد هتعملي كويس قوي بالذات لو عملتي عارفه مثلا براند نفرتاري. لا بس يعني برافو ان انت على فكره فكرتي حتى باختلاف يعني. يعني خلي بالك هو الفكره الاساس انك تبقى عندك ديفرنشيتور واضح. انا فكرت في فكره مختلفه بس بقى يعني ايه الفكره دي محتاجين نعيد صياغتها بشكل مظبوط ان هي تقابل جمهور اكتر يعني يبقى السيجمنت اكبر شويه. لكن والله برافو وبالتوفيق والله ان شاء الله. شكرا. ثانك يو سو ماتش. شكرا يا منى. شكرا. طب انت بتفكري ازاي يعني؟ انت الاستراكشر بتاع ازاي انستنت؟ كنت ماشي حلو جدا في الاول وبعد كده دخلتي في ان اللونج تيرم والشورت تيرم. انا بسمة كلبوش وجايه اكلمكم النهارده عن براند مش بس هيغير حياه بنات كتير لكن كمان هيغير شكل التجميل في مصر. واو. انستا رينج، انستنت ماجيك والميراكلز كام ترو. تعالوا الاول احكي لكم قصص 4 بنات بنقابلهم كل يوم في حياتنا: ليلى، مريهان، ميلا ونورة. نبتدي بليلى. ليلى عندها 39 سنه، هي لسه سنجل بس مديره شاطره قوي في شغلها. مامتها كلمتها قالت لها ان ابن خالتها احتمال يعدي عليها في الشغل، غالبا هيوصل بعد ربع ساعه واحتمال يفتحها في موضوع الجواز. حاجه حلوه ومفروض نفرح لها، بس هي عندها 4 مشاكل. اول حاجه كان عندها تقفيل السنه في الشغل فبقى لها كتير قوي ما راحتش الكوافير فعندها شويه شعر ابيض. تاني حاجه برضو بقى لها يومين ما غسلتش شعرها. تالت حاجه عندها برضو بيبي هير كده فوق يعني الشفايف او يعني شنب صغنطوط، برضو قلنا ان هي ما عرفتش تروح الكوافير بقى لها 2-3. واخيرا بقى لها 2 بتشرب كوفي طول الوقت فاسنانها بني شويه. طيب هتعمل ايه في 15 مينتس وجايه لها ابن خالتها في الشغل واحتمال يطلب ايديها للجواز؟ من هنا هي كانت نفسها يبقى عندها الجاد ماذر بتاعت سندريلا اللي هتيجي في دقايق تحولها لسندريلا. اكشولي من هنا جه انستا رينج، انستا كولر، سبراي هترشه على الشعر الابيض في دقايق هيرجع شعرها كله بني. انستا شامبو برضه هترشه هيبقى فلافي هير وهيبقى شكله كلين وهيبقى شكله فريش. انستا ريبير عباره عن ست فيها 3 ستيكرز او 4
ستيكر بيتحط على الشنب وعلى الحواجب، ومعاه ليدوكاين علشان يبقى الى حد ما فيه مخدر فتقدر تشيل بسرعه. معاه ستيكر نوع تاني بيتحط على الاسنان بيخليها ابيض شويه، وستيكر تالت بيتحط على البورز بتاعه المناخير بتخلي كل البورز دي تروح او شكلها يبقى كويس. فهي قدرت اكشولي بعد 3 دقائق او 4 دقائق ان هي تظبط كل العيوب دي وتبقى جاهزه لاستقباله. تاني بنوته معانا النهارده مريهان. مريهان عندها 28 سنه وترينيه في كمراسله في قناه تلفزيونيه، ونفسها بعد كده ان هي تطلع على السكرين، ومستنيه الفرصه اللي تطلع فيها على الشاشه وما تفضلش متسابقه او ما تفضلش تريننج او ورا الشاشه او ورا الكاميرا. مديرها كلمها الساعه 8 الصبح قال لها البنوته اللي جايه تغطي او تعمل كفرج لحدث مهم جدا جدا رئاسي حصلت لها حادثه وهي جايه في الطريق، فانا محتاجك تبقي جاهزه خلال نص ساعه عشان انت اللي هتقدمي وهتبقي مراسله في الخبر. خبر حلو، بس هي عندها مشكلتين. اول حاجه لسه صاحيه من النوم، كانت نايمه متاخره فعندها بافي ايز وعينيها منفوخه. تاني حاجه صحيت لقيت حبايه كبيره قوي في وشها. وتالت حاجه هي طول عمرها عندها انسكيورتي ان شفايفها صغيره، وقالت اول ما هتجيلها الفرصه وتطلع على الشاشه هتقوم رايحه حقنه فيلرز، بس هي طبعا ما عندهاش وقت، هي لازم نص ساعه وتبقى جاهزه ونازله. برضه بتتمنى يبقى عندها قصه سندريلا، فبيجي لها انستا برايت ايز بيخلي البافنس يروح على طول ويبقى عينيها شكلها صاحيه وكويسه. تاني حاجه انستا سبوتلس، وده بيخلي الحبايه تهدى شويه وشكلها يقل بشكل كبير فتبقى هيدن. واخر حاجه انستا فيلر، وده بيبقى فيه شويه سينامون شطه بيعمل اريتيشن شويه بسيطه فبيخلي الحبايب شكلها اكبر شويه وكولاجين. تالت بنوته ميلا، هي طالبه في الجامعه عندها 22 سنه ولا تفقه شيء في المكياج ولا الميك اب، وجه مجموعه من اصحابها قاعدين بيتشاتوا بعد المحاضره وسطهم الكراش بتاعها. دلوقتي هي هتعمل ايه؟ هي معاش ميك اب، ما بتعرفش تحط ميك اب وعايزه تبقى ايه وسطهم. انستا بيوتي دي بيون بيوتي هو ديفايس واحد، جزء منه كونسيلر وبيتأدبت على لون البشره، الجزء الثاني ماسكارا وفيها شفافه في نفس الوقت عشان ما تعملش مشكله او حاجه في اللون، وفيها كمان بتخلي الرموش تطول بسرعه، وفي النص الديفايس ده فيه تنت وتقدر تحط على خدودها وشفايفها. وان بيس جزء من هنا كونسيلر، هنا الفرشه الثانيه بتاعه الماسكارا، وفي النص بتفتح بتلاقي تنت تحط. فهي اكشن وهي قاعده في دقيقه او دقيقتين حطت فول ميك اب من غير اي اكسبيرينس. وعلى اللونج تيرم كل ده بيبقى له حاجات سيرابي سواء تحت عينيها او سواء فيتامين اي او حاجات ماسكارا تزود رموش. ايه الجاب هقولها لكم بقصه بسيطه قوي. عامله كان انا دلوقتي عطشانه فرايحه اجيب حاجه ساقعه عشان اشربها، فاكشولي الاقي مثلا الشخص اللي بيبيع لي حاجه ساقعه يقول لي لا انت مش دلوقتي هتحسي ان انت مش عطشانه، انت لازم تشربي الحاجه الساقعه دي كل يوم لمده اسبوعين عشان تبتدي تحسي باول افكت من الشبع. اكشولي في العصر اللي احنا فيه انا محتاجه ان انا عندي مشكله عايزه اخد الايتم احس بالافكت دلوقتي، ما اقعدش اخد الحاجه كل يوم لمده اسبوعين عشان ابتدي اشوف اول تاثير ليها. فمن هنا كانت الجاب اللي في الماركت. طيب هل ده معناه ان السكين كير روتين مش مهم واللونج تيرم افكت عشان البشره والشعر يبقوا كويسين مش مهمين؟ لا مهمين، بس انا عشان اعملهم ويبقى اعرف اخلي الومن في حياتها الصعبه دي تادبت للسكين كير روتين لازم اديلها انستنت افكت، ووسط الانستنت افكت احط مينوكسيديل يخلي الشعر يكبر، احط فيتامين اي، احط كولاجين، احط اي حاجه تدي لونج تيرم افكت. عندي الرينج الثاني انستا هير، انستا كولر، انستا شامبو، انستا ستايل، عباره عن ستيك او واكس ستيك بتعمل ستايلنج عشان برضو لو حد مش مظبط شعره، ومعاهم كلهم مينوكسيديل عشان يخلي الاكسلريتد جروث بتاع الهير. عندي انستا بيوتي رينج، انستا ميك اب اللي هو الثلاث حاجات في وان ستيك، فدي تبقى سريعه لو اي حد ملوش في الميك اب يحط في دقايق وياخدها معاه في الشنطه، ما يقعدش يحط ميك اب قد كده، يعني انواع مختلفه. وانستا ريبير اللي هي بتبقى كات فيها وايتنينج للتيس، ستيكر للتيس، ستيكر للشعر الزايد على الوش، وستيكر للنوز، فدول كات مع بعضها انستا ريبير ان انا اصلح لو عندي مشاكل في وشي انستنتلي. واخر حاجه دي هتنزل في فتره الصيف، انستا سمر جلو، وده سبراي في سان بلوك، في شيمر بس بسيط جدا وفي كمان ريحه حلوه، فانا اقدر اي حد قاعد على البيتش او حتى في الصيف يستغنى عنه بالسبراي او الديودرنت، ويستغنى عنه عن الشيمر، ويستغنى عنه عن السان بلوك، هما 3 في 1. هايل يا بسمة. يعني انا شايف ان الفكره هايله وواضحه. عندي مشكله في حته ان انت كنت ماشيه حلو جدا في الاول وبعد كده دخلتي في ان اللونج تيرم والشورت تيرم. انا مؤمن جدا بالفكره لغايه الشورت تيرم. لما دخلتي في اللونج تيرم فانت كده انت عايزه تاخدي وايد رينج من الناس والكونسيومر وكده، والفكره ان انت لما دخلتي بقى في اللونج تيرم ده يضرك جدا. اوكي، وجهه نظري يعني. كمان لان انت حطيتي حاجات بقى زي المينوكسيديل والحاجات دي كلها، ودي ليها روتين لازم بريسكريبشن مفيش فيها هزار يعني. ايه دي بالنسبه لي اول نقطه.
بتهيألي يعني ما عنديش حاجه تانية ممكن يعني ادي كومنت عليها، غير ان برضو في حاجات بقى بس دي بالاكسبيرينس وكده يعني تقدري تشتغلي عليها. شكرا. ثانك يو ميرسي. خطيره، انا عجبني قوي الايديا. فيها تغطي ماركت جاب قويه جدا. انبسطت قوي بفكره ان احنا سبورتيف للناس اللي ما عندهمش وقت يهتموا بنفسهم، فانا حسيتها قوي. فانبسطت قوي قوي بالايديا نفسها. الرينج اغلبه عجبني جدا، الهير، الريبير، بس دخلنا في حته زي ما دكتور احمد قال، اللي هو انا هعمل حاجات زي مثلا ريديوس بافنس. ازاي انستنت دي مثلا اللي شويه تريكي بالنسبه لي. ايه الانجريدينت اللي هتسهل قوي الحته دي؟ هتعملي ايه هير برودكت منه هيدي انستنت او سكين برودكت، ومنه هيدي لونج تيرم. ما دي حاجه هتبقى irritant لو استخدمت in a consistent way. حته الانجريدينت دي اللي عندي شويه فيها بقى، هل انت هل اتجربت، هل اتعمل عليها تيست، ولا لسه هنفيجر اوت ايه المواد اللي ممكن نوصل بيها لده. otherwise البرايس طبعا affordable. الحاجات بقى اللي عن اللونج تيرم ستادي والفيزيبيليتي ستادي ده شغلهم مش شغلي، بس it's very promising يعني. good luck يا بسمة. مبسوطه قوي. طيب بصي، طبعا الكونسبت خطير، الاسم خطير، واي داوت ان الاسم ده احنا نعرف ناخده، لان يعني ممكن هيبقى متعارض مع كذا حاجه. ودي برضو فكره السكيلابيلتي بتاعت الرينج اللي انت هتعمليه او البرودكتس اللي انت هتعمليها. ان البراند نيم دايما احنا بنحاول نحافظ البراند ده لما يكبر قوي. طب احنا ازاي نبقى يعني نقدر نحافظ عليه؟ عايزه اطمن على الاستراكشر. انت لما هتبداي انت لوحدك دلوقتي، طب انت بتفكري ازاي؟ يعني انت الاستراكشر بتاع انت خلاص هتعملي براند بتاعك وهتنفستي فلوس وهتشتغلي وكده. طب انت ناويه تعملي ايه؟ او انت هل معاكي حد هيساعدك ولا وقتي ولا تيم؟ لا الاثنين. برافو عليكي انك خليكي فاكره ان انت اللي قلت انا يعني كنت سايبه في الاخر. لا خالص، اصل انا حاطه بلان. بالظبط. هيبقى معايا تيم من 4. اول حاجه مونتاج، لان انا هخلق كونتنت كتير، تصوير او كده موبايل، فعايزه حد يمنتج. عايزه حد جرافيك ديزاينر لان هعمل ديزاينز كتيره. وعايزه حد سوشيال ميديا سبيشالست ينزل ويرد على الناس وغيره. و4 ممكن استعمله في الاوبريشن والكاستمر سيرفيس في الرد على الناس. يعني انا كان في الاوبريشن كل ده ماركتنج. لا في 4 منهم هيشتغلوا على كده. يعني برضه مهم جدا اللي على الارض، الشغل اللي على الارض. يعني انا دلوقتي عملت برودكت صح؟ وعايزه اوصله ليكي، صح. هوصله ازاي؟ ما دي اوبريشن بقى، راحه جايه. كنت شايفه بوسطه او خزن لي، وان انا هعمل معاهم ان هم بيخزنوا عندهم وبيعملوا اول سنه خالص. مين اللي هيكلم بوسطه او خزن لي؟ لا يعني انا والاوبريشن، انا هرتب شغل اللوجيستكس ده، انا والتيم بتاع الاوبريشن. وفي حد بقى معايا طبعا كونسلتيشن اللي هو الضرايب والليجالتي، بس ده وقت الاوراق بس. بصي، اولا الفكره حلوه قوي قوي فعلا. اي حاجه بتشجع الستات ينجزوا في حياتهم انا معاها جدا. بس برضو انا مع راي الاغلبيه طبعا. فكره ان انت تارجت فور لونج تيرم افكتس شبه مستحيله، علشان برضو انت هتعلي الاكسبكتيشنز بتاعه الكونسيومر جامد قوي، وده في الاخر هيرجع عليكي يعني مش بفايده الصراحه. وبرضو يعني عايزه اسالك على موضوع الشيدز بالنسبه للسبراي بتاع الشعر. ازاي يعني ايه الشيدز اللي هتعمليها؟ ازاي هتبقى مختلفه؟ حتى الاي كريم لو انت مستنيه ان هو يعمل افكت انستنتلي، فانت محتاجه يبقى عندك، انت عارفه الميك اب شيدز دي بتبقى مرعبه يعني. الكونسيلر كان فيه كذا براند شفته ان بحطه وبعد كده بياخد لون الجلد. أوكي. بس ده شفته في حاجات اجنبي، مش عارفه مع الار ان دي اقدر انفذه في مصر ولا لا. تاني حاجه اللي هو الشيدز، انا واخده البراند ده من لوريال، فهو عامل شيدز كتيره قوي. ما اعتقدش ان انا هدخل بكل شيدز، بس ممكن اعمل 3 or 4 بيزكس وبعد كده ابتدي اكبر. بس البروجكت ده لو هتعمليه لازم فعلا تبقي مركزه له، ولازم تبقي عامله ستراكشر واضح، ولازم ابقى انا الار ان دي لا انا اصلا عارف ايه الماده اللي انا هحطها. يعني دكتوره اميره بتتكلم على الماتيريالز وايه الاكتف وايه الاكتف اللي بيشتغل وكده. دكتوره اميره هنا حتى بتقول لك اليوزج وان انا التايم فريم، يعني هم بيتكلموا فعلا في ديتيلز بشكل مظبوط. احنا حتى كمان محتاجين يبقى عندنا الديفرنشيتر واضح. ايه المواد اللي انا مستخدمها غيري مش مستخدمها؟ ايه اليوزج اللي انا بستخدمها غيري؟ يعني انت بتحكي عن ديفرنشيشن وستوري وحاجه زي كده، لان الستوري اللي انت حكيتيها خطيره جدا، يعني فيري اتراكتيف. يعني عارفه انت بانيه صح جدا جدا، لكن ناقصك بعض الاليمنتس. لو كملت يعني هتبقي في حته ثانيه. بس والله برافو والله، يعني والله بجد برافو عليك. بالتوفيق ان شاء الله كده والله. شكرا يا